رقم لك يا باشا. اضحك عشان تطلع دائما تصورك بسم الله ما شاء الله. اوريك على اليوتيوب كنا جبنا عماد وكان يستنبع عماد. ما احنا عماد على القناه اللي معنا قناه على اليوتيوب والصور قاعد بنهلال وحدين يعني قناه الهلاليه ما تقفلش. هو القفل اتفك. عدت عليك ورطك يا حاج. لا بص عشان تدفع 5 جنيه بعد ما تتصور. السلام عليكم. معمولين الصورة دي هتنزل على اليوتيوب بتقول حفل تكريم للأستاذ علي الشريف. هتنزل لك على جوجل او اليوتيوب. على النت؟ على النت كويس. يعني تفتح اليوتيوب او جوجل تقول حفل تكريم للأستاذ علي الشريف بدرس المرافق التعليمية. شكرا يا باشا. تفضل مدى الحياة على الله والعافية. اهلا منور مدير. الحمد لله. الله اقعد يا ابو الامير. اقعد يا ابو الامير لو سمحت. يا ابو الامير اقعد. يا سلام. منور يا عم محمد. ايوه جيكو. مرحبا مدير. الحالة بس تصم طيب عمي صح. الله طيبين. نور حاجة. هتصورني؟ انا صورتك. خليك واقف كده قم صورتك تطلع ازاي ترجع لورا. يلا الله ينور. لو سمحت اديني جنب عشان زراعتك طويلة. الله صح عليك. الله يكرمك. هذا الحمد لله. شكرا للأستاذ محمد غرابي مدير إدارة المرافق التعليمية على هذا الشعر المنظور والذي تعودناه منه دائما في بيتنا به في المناسبات. الأستاذ علي الشريف نقول له جميعا
لا تشعر بالحزن وأنت تفارق أهل العمل والصحبة، فنقول لك سافر تجد عرضا عمن تفارقه يوم تستقل مزيد العيش في النصب. لا شك ان وقوف المال يفسده الانسان ناظر ان لم يجري لم يجري. بعض الناس من يظنون ان نهايه الحياه او المرحله هي الخروج على المعاش، فاقول لهم يا خلفي يقول ايه المعاش؟ انا ضي روحي ما انتهاش، انا ضي روحي ما انطفاش، لسه في الانفاس امل، لسه فيه عزم، لسه فيه امل، لسه في القلب انتفاضه، لسه في القلب انتعاش. الوزير المخصص فيه كتير يعني. خلاص كمل الفرق. الاستاذ علي كلمته وتشكر الناس الحاضرين والله يا اخوان احنا الكثير من الصدور يعني سجلوا اسماءهم على ان نوجه كلمة شكر للمحتفى به الأستاذ علي الشريف مدير التعليم الابتدائي، والكثير من الحضور لكن نظرا لظروف خاصة المدرسة مسلمة لامتحانات الثانوية العامة، فنظرا لظروف خارجة عن الإرادة نستعجل جميعا بكلمة عريس هذا اليوم، الرجل العظيم خلقه الكريم شأنه الذي إن أردت أن تصفه بالتواضع الجم والخلق العظيم، الرجل الذي ما آذى أحدا في فترة عملية على الإطلاق، الرجل الذي قضى وفنى حياته كلها من أجل العلم والتعليم. وقديما قالوا إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك، وأهل التعليم مقامهم ورسالتهم هي رسالة الأنبياء، ما أجلها ولا أعظمها ولا أفضلها للرسالة. رسالة العلم والتعليم هي من أفضل الرسالات على والآن مع كلمة الأستاذ علي الشريف فليتفضل قيادته مشكورا. تفضل علي الشريف.